بقول لك يا جدعان ايه الاخبار؟ هو اللي حصل ده بجد فعلا؟ واحد المصري شرشم الكراغله، طلعها بالكراغله بسبب الاستقبال اللي استقبلناهم مقارنه مع الشوهه اللي داروا وما فاش مشينا عندهم. سمع اللي حصل ده بجد بجد والله. انا عايز اسال وعايز حد يجاوبني وبسرعه، بسرعه جدا. اللي حصل ده بجد يعني اتحاد العاصمه وصل لمطار وجده، ورئيس الاتحاد المغربي او الجامعه الملكيه المغربيه ورئيس نادي نهضه بركان استقبلهم او تم استقبالهم بالورد والحليب والتمر. ضروري. انتوا يا جماعه حلوين قوي كده ليه؟ انتوا حلوين يا مغاربه كده ليه؟ انتوا يعني انتوا ظريفين قوي كده ليه؟ والله كان هذا الشيء داروه مع توانسه ولا مع المصريين اللي ما يعاملوهم بحال هكا، يعاملوهم بالمثل. ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه دي بجد والله؟ هو ده حصل بجد؟ انا لسه داخل من بره وتقريبا لسه بشوف الاخبار، يعني لسه ما شفتش فيديوهات، لسه ما شفتش اي حاجه. حصل يا اخي، ولكن حصل. انا يعني هو غير متوقع، يعني غير متوقع. كل الناس قالت لك اللي حصل في بركان او اللي حصل في الجزائر للبعثه ديال بركان هيترد النهارده الصعصعين. زي ما قعدونا 10 ساعات في المطار احنا هنقعدهم 20 ساعه في المطار. زي ما خلونا نصلي صلاه الجمعه في المطار احنا هنخليهم يصلوا المغرب والعشاء والفجر والظهر في المطار. زي ما خلونا ناكل في المطار هنخليهم ياكلوا ويشربوا ويشخوا في المطار. ولكن بنتفاجئ ان يعني كمان مش البعثه وصلت ورئيس الاتحاد وصل او رئيس النادي وصل، لا ده في يا جماعه صوره انا شفتها، يمكن رئيس النادي ديال بركان واصل قبل ما الطياره توصل. هو انا هشوف الفيديو، يعني انا بص انا لسه بدور على الفيديوهات وعايز ادخل اشوف الفيديوهات بنفسي علشان اتاكد. بس هو في ناس كده بجد، هو في ناس كده، ناس اتعامل. احنا تربينا على داكشي، تربينا على الاحترام والاستقبال وكذا. واخا راه هذا الشيء اللي كيديروا معنا الكراغله راه يقدر يخرجنا على الصواب ديالنا. يقدر يخرجنا وتعيا ما دير زوين. ودرنا مع المصريين مع توانسه مع كذا، يعني تلاش يبقاو واخا كنعاملوهم هكا كتقول زعما المره الجايه غادي يتهلاو فينا ويستقبلونا حتى حنا ويخدموا نفس الشيء. واش كنتصروهم بهذا التعامل المزيان؟ ما فهمتش. دوزوا الفيديو اخر. يا سبوني يا بلوني يا سبوني دوك يبغاو يتسطاو الكراغله. يا تبوني يا تبوني، ابغاو يا بلوني جيبوا لي شمس الدين، بغيت شمس الدين طمروا لي راسي، بغيت شمس الدين، بغيت شمس الدين يا ضر يا ثاني، بغيت شمس الدين، بغيت شقريحه، بغيتهم كاع بغيت يا سبوني يا بلوني يا سبوني، ابغاو يا بلوني جيبوا لي شمس الدين، بغيت شمس الدين. زنزنين هاد الكراغله هادو. دوزوا الفيديو اخر. السلام عليكم مواطن. نداء عاجل الى من يهمه الامر. رحنا نهضروا على هاد الكباريات والشيشات وهادو اللي يديروا في العراسات. انا نهضر على المنطقه الشرقيه مواطن. اي واحد ولا اي مول شيشه ولا مول كباري يغويه الشيطان هاد الصيف هذا، يجيب لنا شي واحد كورغولي ولا تبوني ولا بوصبع الازرق يصحون ضر، او لا ينهق عندنا في الاخر، او لا زعما دوك تقولوا المغنيين. ونقسم لكم بالله العلي العظيم يا مواطن، وقسما بالله العلي العظيم يا مواطن حتى نشوهوكم. ليش متفق معك؟ راه ماشي هما كيعايرونا، والمشكل هذوك اللي كيجيو يغنيو هنا هما اللي كيرجعوا عاود ليو كيهضروا علينا وغيرهم الكثير. قسما بالله الذي لا اله الا هو، اللي بغى يجيب شي مغني يديه لختو لدارو، يجيب شي مغني من لوطر كوتي شي تبوني ولا شي كورغولي يديه لختو يغني لها. راك تسمع ولا ماشي؟ تجيبوهم وتعمروهم دراهم وكادويات وتديوهم الفيلات وتبريزونطو له تبريزونطو له بلا ما نقول لك، وكي يمشي تمايا يقول لك راني فعلت في المروكيه. راك تسمع ولا ما راك تسمع؟ السلطات المسؤولين تاع مدينه السعيديه، لا دي اس دي، الاستعلامات العامه، المخابرات، كلشي راهم ضدكم، كلشي وراكم والزمن طويل. بالك تقول زعما تنافيغي البارح راك تشوف واحد سميتو الاوبرادو ولا راه انولا، ما عندكش فين تنافيغي زعما ولا. وانت دوك لي ماناجير نتاع الكيلو، نتايا دوك لي ماناجير نتاع الكيلو راكم معروفين. بزر تاع الكيلو بسخوط هذا بسخوط. وانا لا متفق مع الاخوان، راه كيمشيو حتى للجزائر وبدا يسبونا.
كيجيو هنا كيجمعوا الصرف والفلوس وكذا وكيمشيو له يبدا يسبونا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعينا الكرام من أكبر المهرجانات الدولية المقيمة في دولة المغرب وتحديدا في مدينة مكناس. المهرجان الفلاحي. هذا المهرجان الدولي الخاص بالفلاحة. يعني أدوات الزراعة ما مشيت ليش الإخوان والله لا هذا العام زعما بلانيت باش غادي نمشي لذاك المهرجان الفلاحي وعميتها ما مشيتش. طال عمرك الثروة الحيوانية كلها موجودة في المكان هذا. هذا بوابة، هذه أحد البوابات الموجودة، هذا الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. طبعا هنا كلها هذه الصالة منتجات محلية. هذا جزء بسيط من الخيام المنتشرة في هذا المكان. عندهم العسل، عندهم البرقوق، عندهم الخير موجود الإخوان، الخير موجود. هذا الكراغلة، تفرجوا على الكراغلة. احنا كيجيو السياحة يشوفوا المآثر اللي عندنا ويشوفوا المناطق السياحية ويشوفوا الخيرات اللي عندنا. شادي يجيو عندكم يا بني كرغل يا الجوع والنوع. ندوزو الفيديو آخر. فين شفنا هذا؟ نشوفوا فيديو آخر. ها انتم لاش كيجيو عندكم؟ ها واحد المغنية كرغولية مع إماراتي في دبي. نشوف واش كتقول. الجزائريين عند إماراتي هكا كيما كبرتوا بيا قال لك شرح كبر بيتكم. عندنا تحية الإمارات الأجنبية قال لهم بنتكم في عيوني ما تخافوا. راه عيونك لاش كيخافوا. راه عيونك اللي تبناش خايفين. في عيوني من بلادكم الإمارات الأجنبية قال لكم احنا عيال زايد بنتكم بعيوننا. من عندي انا تحية خاصة لعيال زايد هكا وناس الإمارات الأجنبية تاعنا. هادشي اللي خدامين نتوما في دبي. راه هما اللي كيغنيو ديك دبي 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 واخا ما غنيتهاش مزيان. المهم الميساج وصل. خوتنا المغاربه السلام عليكم، مرحبا بكم على هذا الفيديو. غادي تشوفوا الطريقه اللي بغاو يستفزونا بها الكراغله داخل الفندق. هذا الانسان اللي غادي تشوفوا دابا هو داك القريشي اللي كان تيشرك فمو في الجزائر والسياده ما السياده وتيغوت على لي زاربيط ولا المندوبين ديال المقابله. هنا في مقر الاقامه في السعيديه اوتيل بين لايف 5 ايطوال. شوفوا هنا كيحاول يستفز هذا الصحفي وهذا المصور هذا، وكيستفز العديد من الصحفيين اللي كيحاول يستفزهم غير باش يديروا معاه الصداع. يعني كيقلبوا على الصداع باي طريقه. الناس هنا في الاوتيل كلشي جالس كالي شارب ناعس مبرعين مع راساتهم. الصحفيين والمصورين كيديروا الخدمه ديالهم، كيصوروا داك الشيء اللي كاين يعني على ارض الواقع. هو لا اجي ما تصوروش ما ديروش، راكم كتستفزونا، راكم تبروفوكيونا. هي ما يدير ما عنده ما يصور معانا، ما ديروش. يعني كيحاول يقلب على داك الشراره ديال الصداع. والحمد لله الاخوان الصحفيين والمصورين كلهم عارفين المشكل اللي كاين ما بين بركان واتحاد العاصمه او ما بين بركان ودوله الكابرانات. لذلك كانت عندهم واحد الضبط ديال النفس وما كانوش كيجاوبوه وما كانوش كيردوا عليه، كيخليوه يغوت غير بوحدو. حنا ما غاديش نخسروا الهضره ولا نقول نتهموا باي حاجه، ولكن صراحه هذا هو اسلوب ديال الكراغله واسلوب ديال الكابرانات كيفاش كيجيو لبلادنا وكيحاولوا يستفزونا باش يقلبوا على شي حاجه. داروا لنا المغاربه، فعلوا لنا المغاربه، ضربوا لنا المغاربه، رغم انه في المطار كان داك راسو مخبي راسو مور المناظر وغيندس من الصحافه، ما باغيش يتصور ما باغيش يبان. علاش؟ لان كانت جميع هذاك الاخوان هذاك هو اللي كان كيغوت عليهم، هذاك هو اللي كان كيغوت وكذا والسنطيحه جات لهنا بغى يفرض علينا. احنا ظريفين بزاف الاخوان، لاحظتوها ولا لا؟ احنا بزاف عاود شيطنا الظرافه اللي خص مره يتحرك المسمن. مره الملوي يتحرك ياك، مره شي ملويه ولا جوج لشي واحد ونبردو عاد نقول له يسمح لنا ما تسمح لنا باش يرجعوا لجواهم. واحد يضرب ملوي واحد يدوز بيناتهم يقول لي سمح لنا ما يعاودش كذا، صافي غادي نتاخذوا معاه الاجراءات. هكا خاص مع الكراغله، ماشي ديما الظرافات 100%، لا 90% الظرافات و10% الملوي. القنوات المغربيه والصحافه المغربيه كلهم كانوا في المطار، كاين الامن، كاين البوليس، كاين الجدرميه، كاين جميع الاجهزه الامنيه حاضره في المطار. الا انه هنا في الفندق عند بالو ما كاينش الامن، صافي غير دوك اش كيدير هذا هو داك بن عبد الله ولا اسامه ياك،
الصحفيين القلال المصورين كيمضغ كيلوح لك الرشواش كدير جاي تصور ولا جاي تفطر محسوبين على الاصابع. اوكي انا ندير ما بغيتش ونستفزهم بعدا. اخويا شحال ما نمشيوش لتما زعما ما نمشيوش نضربوا شحال هكا ضحك معكم ما باغيش نمشي باش ينوضوا معايا الصداع. الا ان الحنكه تاع المغاربه حنا رحنا الحنكه عند المغاربه ما يعيا ما يجرهم زعما المشاكل ما يلقى باش ينقي سنانه. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغله، ديما مغرب من طنجة للكويره. السلام عليكم.